في مقطع اليوم راح اتكلم عن الاشياء اللي حصلت في الجولة السابقة واللي هي الجولة العاشرة، وراح اشوف توقعاتي وكم جبت توقع صح وتوقع خطأ. اولا بتكلم عن الاتحاد لان الاتحاد صراحة رافع ضغطي ومتعبني نفسيا وجسديا وحاليا وفي كل شيء. المشكلة انه انت عندك بنزيما، اللاعب الحاصل على البلندور قبل سنتين تقريبا او قبل سنة، واللاعب الى الان عنده شيء قد، وفوق ذا كله تجيب لي كانتي مستوى جدا رهيب، وتجيب لي فابين هو اللاعب الممتاز، تجيب جوتا، ولكنك ايش تسوي؟ بدل ما تلعب جوتا اساسي تروح تخلي حمد الله اساسي وتطرد جوتا. قسما بالله نونو ما ادري كيف يفكر، لانه عندك كانتي يقطع الكوره وسريع يقدر يوصل له هجوم باسرع وقت ممكن، ولكن عندك لاعب في الهجوم اسمه حمد الله وقاعد يأذن. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. حمد الله موجود، لازم تنسى الهجمات المرتده نهائيا، لانه حمد الله ثقيل وما يعرف يلعب في الهجمات المرتده. وفوق ذا كله المشكله الاكبر انه افضل حل عند بنزيما هي الهجمات المرتده، فانت كذا قتلت اهم لاعب بالفريق عشان لاعب ما تدري ليش جايبه انت اصلا. فوق ذا مستبعد لي اثنين من اهم اللعيبه، العبود وجتا. جتا تقول ممكن مستواه ماشي، لكن العبود الموسم الماضي والله مستواه كويس، ولاعب يعني يديك اختراقات، ولاعب يعني يحاول في الملعب، واغلب الاهداف اللي كانت تجي من الاتحاد كانت من جهته، لانه لاعب يركض كذا سريع يتعب الخصم، فاهم؟ مباراة الهلال ما صار فيها غير الجدال التحكيمي، والحكم ليش سوى زي كذا والحكم ليش سوى زي كذا. فيلا خلينا ننتقل لمباراة النصر. بالنسبة لمباراة النصر وضمك، النصر بدأ المباراة بشكل جدا ممتاز، لأنه النصر دخل بتيفو مكتوب عليه الجوت، وأيضا دخل ببنر على صورة رونالدو، مع أنه جسم رونالدو لكن نمشيها. أما بالنسبة للمباراة بشكل فعلي، على نهاية الشوط الأول تقريبا ضمك سجل الهدف عن طريق عن طريق هجمة خاطفة، وأنا صراحة قلتها وأكثر من مرة أقولها يوم أتكلم عن النصر دفاعه سيء وسهل إنك تضربه، ولكن راح يرجع لك في النتيجة، وهذا اللي صار في المباراة، لأنه بعدها في الشوط الثاني جاء فاول للنصر وتلسكا سدده وسجل الهدف الأول للنصر، وبعدها رونالدو من مسافة أبعد سجل الهدف الثاني للنصر وانتصر النصر بالمباراة. الأهلي اللي كان ضد الوحدة، الأهلي عرف يستغل هجمة في نهاية الشوط الأول عن طريق صناعة جابري فيجا وتسجيل ماكسيمان، هجمة صراحة سهلت على الأهلي المباراة كاملة. فوق ذا كله الأهلي قدم مباراة مش ولا بد، ولكن قدر يطلع فيها فوز وهذا الأهم. وفوق ذا كله صراحة أنا عندي شوية ملاحظات على الكرت الأحمر. أنا صراحة ما أشوف إنه أحمر مباشرة إنه شيء يستحقه اللاعب، لأنه أشوف إنه شيء مرة قوي إنك تدي لاعب أحمر مباشرة، وهذا أول تدخل. عن نفسي أشوف هدف رونالدو الفاول ما كان أسطوري وشوي بعيد، وتسديد ولا أروع وهدف جميل جدا، يقول لك فارس يقول. بس الآن أخليكم مع توقعاتي للمقطع السابق. هنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى اللايك والاشتراك لاني والله مرة تعبت في المقطع. أول مباراة الجولة الفيحة يواجه الخدود، وبالنسبة لي وبالنسبة لكل الناس الفيحة راح يفوز بنتيجة كبيرة، لأن الفيحة صراحة مستوى يعتبر جيد، أما بالنسبة للخدود مستوى جدا سيء. مباراة الاتحاد والتعاون، فبالنسبة لي أشوف يا أما تعادل يا أما فوز تعاوني، مستحيل الاتحاد يفوز بالذات في ذي المباراة. أما مباراة الفتح وأبها فأشوف أن الاثنين مستواهم متقارب نوعا ما، ولكن الفتح أتوقع أنه في المباراة. أما مباراة الفتح وأبها فأشوف أن الاثنين مستواهم متقارب نوعا ما، ولكن الفتح أتوقع أنه راح يفوز بنتيجة 1-0 أو 2-1 أو 3-2، المهم أنه بفرق هدف. أما بالنسبة للمباراة اللي بعدها فالهلال يواجه الخليج، ومضمون الهلال بنتيجة 3 أو 4. المباراة اللي بعدها فأشوف إن الاثنين مستواهم متقارب، اللي الحزم يواجه الرائد، وبالنسبة لي أشوف إن الرائد راح يفوز بنتيجة 1-0 أو 2-0. المباراة اللي بعدها فالأهلي يواجه الوحدة، بداية مستوى الوحدة كان جيد زي ما قلت في بداية المقطع، لكن بعد مباراة الاتحاد صار فيهم دروب بعد الهزيمة في 3، وفيهم نشوة وحماس وشيء مش طبيعي، فأتوقع فوز على الوحدة بنتيجة 3-1 أو 3-2. مرتين الشباب يواجه الاتفاق أسلوب لعبه مو هجومي، فأتوقع أنه ينتصر بنتيجة 1-0 على الرياض. أما الشباب والطائي تعادل ينصفهم الاثنين.